انت مين ودخلت هنا ازاي؟ احنا الامن الغذائي يا ابني. هيثم خش فتش البيت، عايزك تتكلم عشان اعرف اساعدك. بص يا باشا، انا هقول لك الحقيقه كلها. اتكلم يا قلبي. حاضر. استنى. شكرا يا هيثم. ايه يا ابني ده؟ ايه اللي عندك ده؟ دقيق ده ولا ايه؟ لا دي ايه ده؟ كوكايين. انا قلت انت عالم كده بقى، مش هتاكل دقيق. وده ايه ده؟ فول؟ اه يا ابني ده اكل الحمير، انت بتاكله ليه ده؟ على فكره بقى، انا ابويا كل يوم لمده 70 سنه بيفطر بطبق فول قد كده. يا راجل، طب انا جدي قعد 120 سنه يشرب سجاير كل يوم وما حصلوش حاجه، اقدر اقول السجاير مفيده؟ بصراحه بقى يا باشا، انا تعبت من النظام ده. انت عايز تقول ايه؟ انت ضد النظام؟ ضد النظام ايه؟ انت هتديني في ده شويه دهون؟ طيب استنى، ودي ايه دي؟ جبنه، وده بيض، وده لبن. انت عارف لو قلت انت زملكاوي ارحم عندي من القرف اللي انت بتاكله ده. ما كل الناس بتقول الحاجات دي مفيده. طب ما الناس كلها بتقول انها مبسوطه، هتصدق كل كلامهم؟ للاسف انا مش هقدر اسكت عليك اكتر من كده وما عنديش حل تاني. هيثم شوف شغلك مع الواد ده. لا اوعى هيثم، اوعى هيثم، اوعى حسن، لا اوعى، انا عايز بيض، عايز بيض وجبنه. الجبنه دي سيبها له في الامانات. عايز بيض وجبنه. الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم ما معنى الحبوب الكاملة وما أهميتها لجسم الإنسان. موضوع مهم يا جماعة، حبينا نوضح لناس، في ناس ما تعرفش لحد دلوقتي ايه هي الحبوب الكاملة، فهنوضح لكم ما هي الحبوب الكاملة وما أهميتها على جسم الإنسان. حبوب كاملة معناها كاملة القيمة الغذائية، بمعنى عندما تأكلها تحصل على كامل القيمة الغذائية من معادن وفيتامينات، وطبعا دوت اللي بيحتاجه الجسم للقيام بالعوامل الحيوية. وبمعنى آخر، عندما تأكل الحبوب الكاملة فقد حصلت على كامل غذائك الذي يعتمد عليه جسمك. وهذه الحبوب الكاملة هي القمح والذرة والأرز، وطبعا الأرز بسمتي عادي وأرز أبيض أو أرز بني، كل دوت معانا ومسموح في نظام الطيبات. فدول يا جماعة أهم الحبوب الكاملة. ولكن كما قال دكتور ضياء العوضي، لابد من تعزيز هذه الحبوب بالدهون مثل زيت الزيتون. زيت الزيتون يا جماعة ده زيت مهم جدا، وكلنا عارفين مدى أهميته، ومهم جدا في نظام الطيبات، ومهم جدا ان انت تاكله مع الحبوب الكاملة. زي ما احنا قلنا مع رز مثلا تحط شوية زيت زيتون، بيسهلوا عملية الهضم وبيسهلوا عملية الإخراج. فإذا أكلت قطعة خبز أو توست، طبعا خبز طبعا زي حبة كاملة، أو توست طبعا اللي هو بالردة اللي هو ريتش باك، مع زيت زيتون، فقد أخذت غذائك بأكمله. يعني تاخد حتة خبز كده من الحبة كاملة وحتة توست اللي احنا قلنا عليها، وتغمسها بس بشوية زيت كده، انت كده حصلت على كامل القيمة الغذائية اللي جسمك محتاجها. وأيضا إذا أكلت طبق أرز مع زيت زيتون طبعا، فقد حصلت على كامل الغذاء الذي يحتاجه جسمك بأكمله. يعني انت لو أكلت شوية زيت مع أرز، انت كده برضو خدت كامل القيمة الغذائية اللي جسمك محتاجها. فلا تبحثوا عن التنوع في الطعام فيصبح الطعام شهوة لكم، فأكلة مفيدة تكفي. طالما أكلة مفيدة وفيها جميع العناصر الغذائية اللي تبقى موجودة، طبعا وجبة من وجبات نظام الطيبات هتلاقي فيها الكلام دوت، فدي تكفي، دي كفاية ومش محتاج انت اي اكل تاني تاكله. فكثرة الاكل على المائدة مش مفيد للجسم، وبيشتت الجسم وبيشتت جهاز المناعي. فهو كفاية بس اكلة واحدة تحددها او اكلتين بحد اقصى يكونوا مفيدين للجسم. وهذا متوافر في الحبوب مثل أرز وزيت زيتون، أو توست مثلا وزيت زيتون. فكده انت خدت جميع العناصر الغذائية لجسمك ومش محتاج أي حاجة تانية. فكده جسمك هيبقى استفاد ومش محتاج من بره أي حاجة تانية. ونصيحة ألا تفعلوا كما فعلوا بني إسرائيل حينما قالوا لسيدنا موسى لن نصبر على طعام واحد، وطلبوا أنواع كتيرة من الطعام، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وخدوا أدنى الطعام في الآخر، يعني اللي هو البصل والحاجات اللي احنا عارفينها طبعا، الفول والكلام دوت.
بل افعلوا مثل نبيكم محمد حينما لا يجد طعام فينوي الصيام ويصوم، حينما يصحى من النوم ويبحث عن طعام في المنزل ولم يجد، ويسأل زوجاته ويرد عليه إن لم يجد عندنا طعام هذا اليوم، فكان ينوي الصيام ويصوم. وطبعا لأن الصيام صحة، فنظام الطيبات فعلا هو الاختيار الأمثل. ولو بحثنا ودورنا في نظام الطيبات هنلاقي فعلا ان نظام الطيبات مهتم بأدق التفاصيل اللي كلها بتدور حوالين اللي انت ما تاكلش كتير، لان الاكل الكتير بيضر، والصيام افضل واصح للجسم، وان انت لما تيجي تاكل اكل يكون مفيد وكامل العناصر الغذائية، واكل يكون سهل الهضم، يكون سهل على المعدة وعلى القولون، وفي نفس الوقت هيخرج بكل سهولة ويسر ومش هيضر جسمك، وهتستفاد وهيحصل امتصاص كامل للعناصر الغذائية بمنتهى السهولة، لان انت مدخل حاجات سهلة ومش حاجات بتضر القولون وبتتعبه. فنظام الطيبات فعلا هو الاختيار الامثل للشفاء باذن الله، يعني الشفاء من عند ربنا، وهو نظام شافي عافي يعني، لان هو كل محتواه عبارة عن حاجات سهلة كلها في الهضم والإخراج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.